السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم مع فيديو جديد ووصفة جديدة في مطبخ عبد الملك. رايحة ان شاء الله ندير معاكم هاد الخبيزات محشيين بالسلق السبانخ. يجي خفيف كما راكم تشوفوا، يعني العجينة هذه تجي اكثر من رائعة. كما تقدروا ديروا الحشوة اللي حبيتوا. شوفوا كيفاش يجي من الداخل، يجي فارغ ويجي خفيف قطني. ولا عجبتكم الوصفة تابعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. راح نبدأ مباشرة بطريقة التحضير، وان شاء الله نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف. لهنايا كما راكم تشوفوا معايا درت كاس تاع حليب يكون دافي، وعندي زوج بياض البيض يكونوا على حسب حرارة المطبخ نحو الصفار، راح نحتاجوه من بعد ونديرو غير البياض. ردوا بالكم لازم يعني الحليب يكون دافي، ما يكون سخون ما يكون بارد، باش كي نحطوا الخميره يخمر لنا الخبز تاعنا. ما من لهنا زدت نصف كاس تاع الماء، لازم يكون دافي تاني. ولا هنا نصف كاس تاع الزيت نباتيه، ولا من الاحسن يعني ديروا زيت الزيتون. وراح ندير تاني ملعقتين صغار تاع السكر حبيبات. عندي تاني ملعقتين صغار تاع خميره الخبز. ولا هنا راح ندير شويه برك تاع فارينه، باش من بعد نزيد نضيف الملح. راح نخلط شويه يعني قسمين يندمجوا هاد المكونات مع بعض. وراح نزيد الملح في هذه المرحله. راح ندير ملعقتين صغار تاع الملح. انا هذا المقادير اللي مديتهم لكم يعني تقريبا في كيلو تاع فارينه. راح نزيد نضيف الفارينه غير بالعقل. وراح تحبوا يعني تستعملوا يديكم ولا البيتخا. راح نزيد نعجن وندير غير بالعقل الفارينه حتى تشوفوا العجينه يعني ولات متماسكه بهذه الطريقه. راح نزيد لهنا شويه فارينه مازالت تلصق. هلا راح نزيد نعجنها حتى تولي عجينه طريه وما تلصقش في اليدين، وما ديروهاش يابسه ثاني باش الخبز تاعكم يجيكم شباب. يعني عسوا العجينه ما تكثروا لهاش الفارينه. راكم تشوفوا القوام تاعها كيفاش جاتني. هاوليكم القوام تاعها تجي خفيفه طريه. راح نغطيها بكيس بلاستيكي وراح نخليها حتى يتضاعف الحجم تاعها حوالي ساعه حتى لساعه ونص، ونروح نوجد الحشو ان شاء الله. بالنسبه للحشوه عندي حبه كبيره تاع بصل، راح نقطعها بهذه الطريقه. راح نقليها مع الزيت. ولا هنا بالنسبه للتوابل حندير غير فلفل الاسود، لهنا بعد ما يتقلى لي البصل تاعي راح ندير كميه صغيره تاع اللحم المفروم. ماهوش لازم يعني ماهوش ضروري، تقدروا تستغناو عليه. ولا هنا بعد ما تقلى الفيونداشي تاعي راح ندير السلق بهذه الطريقه. راح ندير غير بالعقل السلق تاعي نطيبه مباشره، انا ما نحبش نغليه. بهذه الطريقه يجي بنين خير. راح ندير ونخليه حتى يذبل، ونزيد ندير غير بالعقل نغطي عليه ونقص كامل في الفرن
مرة على مرة نخلطه، يعني بالخف يطيب السلق كما راكم تشوفوا معايا. لهنا بعد ما ذبل راح نزيد نضيف، راح نزيد ندير باقي الكمية. هنا كما راكم تشوفوا راح نزيد ندير كامل الكمية اللي قعدت لي تاع السلق. ونخليه حتى كي يطيب يتبدل اللون تاعو يذبل كامل. راح نطفي عليه ونزيد نضيف له باقي المكونات كما راكم تشوفوا معايا. لهنا بعد ما طاب راح نزيد نضيف له نص، يعني نص، حوالي نصف ربطة تاع معدنوس قطعتها صغيرة بهذه الطريقة. وراح ندير الجبن، يعني ديروا الجبن اللي حبيتوه. يعني لا حبيتوا يجيكم بنين ديروا كمية مليحة تاع الجبن، من الأحسن يكون نوعية المليحة تاني. لهنا بعد ما خلطت مليح الحشوة تاعي راح نحطها على جانب ونروح للعجينة كما راكم تشوفوا معايا. بعد ما تضاعف الحجم تاعها، يعني خمرت مليح، راح نهبط لها هذاك التخمار. وراح نبدأ نشكل كوريات، تحبوا ديروهم صغار ولا كبار ديروهم تقريبا نفس الحجم. يعني هذا الكمية انايا دارت لي تقريبا 30 كورية، وانتم تحبوا يعني تضاعفوا المقادير ولا تنقصوا فيهم. راح نبدا نشكل فيهم. الا شفتوا العجينه تاعكم مازالها تلصق تقدروا ديروا لها غير شويه تاع الزيت وتفتحوها بهذه الطريقه. نحط الحشوه تاعي في الطرف ونبدا نرولي فيها بهذه الطريقه ونحكم الاطراف، نزير الاطراف مليح باش ما تخرج ليش الحشوه، ونحطها في البلا. حنزيد ندير الثانيه معكم. حبوا تفتحوا بالرولو ولا تفتحوا بيديكم. لهنا راح نكملهم كامل ونرجع لكم. لهنا كما راكم تشوفوا معايا بعد ما كملتهم حطيتهم فوق ورق الطهي. راح ندير لهم الصفر، هذاك الصفر اللي خليته راح ندير له ملعقه تاع زيت الزيتون ونخلطهم مليح مع بعض ونديرهم على الوجه تاع الخبيزات تاوعي بهذه الطريقه. وديرهم الفوق الجلجلان ولا الساندويتش وندخلوهم للفرن على درجة الحرارة متوسطة. تحبوا تشعلوا لهم من الفوق ومن التحت ولا ديروا لهم غير من التحت ومن بعد تشعلوا لهم من الفوق. الا هنا راح نشلحهم بهذه الطريقة باش يعني الخبيزات تاوعي الشكل تاعهم يجي شباب. هلا وراح ندخلهم للفرن ونعسهم يعني حتى يحمروا الخبيزات تاوعي ونخرجهم لكم وتشوفوا كيفاش جاو. هذه هي النتيجة النهائية. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة اللي حضرتها لكم اليوم، ولا عجبتكم ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس وزر الاعجاب باش يوصلكم كامل جديد اللي نحطه في قناتي ان شاء الله. وشكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.